السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقاء أخبار في العالم، مرحبا وسهلا بكم. ننقل لكم هذا الخبر الرياضي الجميل جدا بالنسبة للمغاربة ولبلاد الخنوس خاصة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وترككم للإعجاب لكي نستمر في الجديد. أهلا وسهلا بكم وإليكم التفاصيل. مهدي بن عطية المدير الرياضي لفريق أولمبيك مارسيليا يخطط لضم بلال خنوس إلى فريق أولمبيك مارسيليا. باتت الأنظار تتجه نحو الدولي المغربي السابق مهدي بن عطية المدير الرياضي لمارسيليا، حيث تدور التكهنات حول نية التعاقد مع الموهبة المغربية بلال خنوس نجم فريق جينك البلجيكي، حيث كشف موقع مارسيليا ميركاتو الفرنسي أمس الجمعة أن هذه الصفقة قد تواجه صعوبات بالغة الأهمية بسبب رفض النادي البلجيكي الموافقة على رحيل اللاعب من دون الحصول على تعويض مالي يقدر بنحو 25 مليون يورو. وأوضح الموقع أن الخنوس يعد من اللاعبين الواعدين القادرين على تحقيق إنجازات كبيرة في الملاعب أوروبا خلال المواسم القادمة، إلا أن النادي البلجيكي يظل متمسكا بتلك القيمة المالية الضخمة من أجل السماح برحيله، وهو ما قد يعيق تحقيق الصفقة في وقت راهن. وأشارت نفس المصادر إلى أن مشاركة الخنوس في بطولة كأس إفريقيا رفقة المنتخب المغربي ستؤدي إلى غيابه عن مارسيليا في بداية العام، وهو الأمر الذي لا يشجع إدارة النادي على الانجراف نحو إتمام صفقة في هذه الفترة من الموسم. بلال الخنوس يعد من الركائز المنتخب ومن المواهب الشابة التي نطمح لها مستقبل زاهر في كرة القدم الأوروبية. هل أنتم مع انتقال بلال إلى مارسيليا أو الانتظار قليلا؟ اتركوا لنا التعاليق والاستفسارات في التعاليق. شكرا لكم ومع السلامة.